أعزائنا المتابعين، أسعد يومكم. اعتبر المحترف السعودي سالم الدوسري إن تجربته مع نادي فياريال الإسباني إيجابية جدا. وقال الدوسري في تصريحات صحفية: جئت إلى إسبانيا من أجل خوض هذه التجربة لتحسين قدراتي التكتيكية والفنية والبدنية، وهو ما تعلمته من أجل تطبيقه في كأس العالم في روسيا وفي المستقبل القريب في مسيرتي. وعلق الدوسري على عدم مشاركته مع فياريال قائلا: أعمل بجد من أجل المشاركة، لكن الأمر لا يتوقف علي فقط، وأنا أعمل كل يوم حتى أظهر لهم إمكانية اعتمادهم علي في المباريات وأن يثقوا في قدراتي. وأضاف الدوسري: أعرف أنه ينبغي علي أن أبذل جهدا كبيرا يوميا حتى لو كنت لا أشارك في المباريات، لأنني أسعى للمشاركة في المونديال وأنا في أفضل مستوى. وتحدث الدوسري عن الفرق بين بطولتي الدوري السعودي والإسباني قائلا: من الطبيعي أن ألاحظ فارقا، فكل دوري له صفاته ومميزاته، ودون شك فإن الدوري الإسباني يعتبر أقوى دوريات العالم. وعبر اللاعب عن رغبته بالظهور بشكل أفضل بالمونديال، مشددا على سعيه لتشريف الكرة السعودية في كأس العالم المقبل. وفي الختام، إذا عجبك الفيديو يرجى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد، وشكرا لمتابعتكم.